أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أنا والإعلام. النهاردة يا جماعة أنا بعود ليكم. هي طبعا على فكرة مش أنا والإعلام، تعتبر الأخ طبوط، لكن هنحط يعني تقدر تقول إنها تتحط في السلسلتين أو في المكانين يعني، أو البرنامجين أيا كان بقى المسمى. لأن هدفي بعد كده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن كل السلاسل بتاعتي هتبقى برامج إعلامية. طبعا ايا كان بقى، سواء الاعلام التقليدي، الفضائيات او غيره. طبعا ان انا زي ما قلت قبل كده ان انا فعليا من 2019 تقريبا على ما اتذكر يعني، ويمكن قبل كده كمان. فعليا في مشروع كامل انا عامله ليه. مش بقى قناه يا جماعه، مش قناه ولا قناه راديو ولا موقع مش عارف ايه، لا 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 لا، دي منظومه كامله عبارة عن مشروع إعلامي متكامل خرافي بمعنى الكلمة. يشمل بقى كل حاجة تخص الإعلام، من مرئي مسموع مقروء، بس بشكل مختلف تماما زي ما عودتكم من أول يوم لما بدأت قنواتي في اليوتيوب والإنترنت. وقبلها كنت بكتب في مدونات كتير وبكتب في مواقع كتير وهكذا. وأول من أدخلت، مش عايز أقول ابتكرت يعني، ولو إن ده حقيقة فعلا، لأن ما كنتش أعرف أصلا، والكلام ده انا اثبته بالادله الكامله اني ما كنتش اعرف اصلا وجود البودكاست نهائيا. اول ما ادخلت اسلوب الفيديوهات الصوتيه بالطريقه دي وبالاسلوب ده، كنت انا في 2015 شهر 7 اول ما بدات خالص، وشرحت واكدت ان الامر ده مش اعتباطا ومش عامله كده فقط لقله امكانيات، لا خالص، عامله لانه ده هو الافضل، هو الاحسن، هو اللي بيوفر وقت اكتر، هو اللي بيخليك تواكب الحدث اسرع واسرع. مش محتاج اي بهرجه، ولا محتاج اي تكاليف، ولا محتاج اي امور ممكن تعوقك. زي دي قلت قبل كده مليار مره، المحتوى ثم المحتوى ثم المحتوى، هو ده الاهم مليار في المية. بعد كده تيجي اي حاجه تانية. اوكي. بكل بساطه ف يعني باكد ان هيبقى حاجه خرافيه يعني ان شاء الله باذن الله. واصلا جاهز يعني، يعتبر جاهز بمشتملاته ببرامجه بطبيعه قنواته، شامل كل حاجه زي ما قلت. طبعا مش هتكلم بتفاصيل قوي عشان ما احرقش الامر، لكن زي ما قلت طبعا هو محتاج تكاليف جامده جدا. المشروع ده او الامر ده اراهنكم واتحدى، وانتوا اتعودتوا مني انا ما بتحداش ابدا في شيء لما اكون مالي ايدي مليار في المية وبكسب الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. واتحدى بمعنى الكلمه ان المشروع ده يتعمل هيرجع لكم حاجه اسمها الاعلام القديم بتاع زمان، الاعلام التقليدي، اعلام الفضائيات واعلام المرئي التقليدي بعيد عن النت والكلام ده. هيرجعه لكم بشكل من افضل واروع ما يمكن، ويجتذب تاني شرائح كبيره جدا 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 جدا، لانه هيكون حاجه مختلفه تماما للافضل طبعا بكل المقاييس، للافضل بكل المقاييس في كل شيء. وكل السلبيات البشعه اللي موجوده في الاعلام التقليدي والاعلام الافتراضي اللي انا بسميه الافتراضي او الموازي اللي هو اعلام الانترنت، مش هتلاقوها نهائيا في الامر ده. وبواكب الحدث برضه ان في شق يختص بالانترنت، يعني هيكون هنا وهنا بس باسلوب وطريقه معينه تجتذب هنا وتجتذب هنا. ازاي؟ انا شارح كل ده بالتفصيل طبعا في مشروعي اللي من 4-5 سنين، وللاسف لحد دلوقتي مش لاقي له الدعم المالي والمادي. انا ما عرضتش، ما اكذبش عليكم يعني، ما عرضتش على نطاق واسع، لكن يعني ليكوا حكمه او ليكوا عبره في ليكوا انتوا وانا كمان معاكم في مساله ان واحد عامل 125 فكره حاليا، يعني لحد امبارح كده تقريبا دخلنا عدينا ال 125 فكره، لان انا بتكلم في الافكار والابتكارات والتطويرات اللي فعليا موجوده في حلقات مختصه بيها، يعني سلاسل مختصه بالافكار والابتكارات والتطويرات فقط، والمختصه بالامر ده فقط. فما بالكم ده الكلام ده بدا من امتى يا جماعه؟ هتلاقيه بدا مثلا من حوالي 3 سنين تقريبا، انا شغال من 8 سنين ونص، يعني من شهر 7 2015. من اول الفتره دي لحد ما بدات السلسله المختصه بذاتها حوالي 3 سنين تقريبا يعني على ما اتذكر. اول حاجه بداتها في الافكار والابتكارات والتطويرات، حلقات المختصه بذاتها يعني زي ما قلت على جميع 1 وجميع 2 واميزنج سبورتس. طبعا كل ده في بوتقه اميزنج ميديا طبعا. فزي ما بقول وعلى فكره بس قبل ما اكمل، كل مسميات اللي انا بقولها لحضراتكم دي اللي هي العلامات التجاريه بتاعتي، ولا حتى
الحاجات فعليا المرئيه، سواء العلامه نفسها اللي انا عاملها للمكتب او الشركه عندي، انا باكد اهو وبنبه وبنوه ان الامور دي كلها خاصه بيا، سواء الجماهير 1 او الجماهير 2 مسميات، او اميزنج ميديا اللي هي المنظومه نفسها الاعلاميه، والقناه طبعا اميزنج سبورتس. تمام. و ايضا كمان العلامات التجاريه بتاعتي الخاصه بالمنشاه بتاعتي، كل ده طبعا حقوق داخل ضمن حقوق الملكيه الكامله، لان كل ده من تصميمي، كل ده من انا اللي عامله بنفسي. حتى الاسامي انا اللي اخترتها بنفسي. في قنوات اسمها في اعتقد برامج اتعملت باسم الجماهير وكده، لكن انا بتكلم في قناه يوتيوب وقناه فيها المحتوى ده، لان ده بعد كده كله باذن الله هيتنقل باذن الله باذن واحد احد ان شاء الله، هيتنقل للمشروع الاعلامي اللي انا ذكرته بكل مشتملاته، مع حاجات اخرى كمان، مفاجات خرافيه في نوعيات برامج، سلاسل معينه، هتبقى حاجات جباره بمعنى الكلمه. انا لحد دلوقتي داخل في عديت 20 سلسله يا جماعه، سلاسل مختلفه تماما لثلاث لعبات: كرة القدم، المساعدة الحرة الترفيهية، ودي يمكن أنا مش فاضلها قوي، هي والتنس. لو يعني لما أحط تفكيري أو أحط الوقت اللازم والكافي والحتة إن أنا يعني أكون فاضلهم بالشكل الكافي، لا هتشوفوا العجب في الاثنين دول، سواء في التنس أو المساعدة الحرة الترفيهية. تمام. طبعا بتكلم عن المساعدة الحرة الترفيهية، مش لعبة المساعدة الحرة التقليدية يعني. اوكي. طبعا اتحاد الدبليو دبليو اي واتحاد الاي اي دبليو واليو اف سي كمان، اللي هي الفنون القتاليه المختلطه، والام ام اي وحاجات مختلفه. تمام. فزي ما بقول كل ده انا بنوه وباكد وبحذر تحذير شديد اللهجه. اي حد هياخد سواء الاسامي التجاريه بتاعتي او اللي هي الاسامي الخاصه بقنواتي، او الاسامي الخاصه بالسلاسل بتاعتي، او الشعارات بتاعتي الخاصه بالمنشاه، ايا كان اي شيء موجود جوه القنوات بتاعتي الثلاثه، بنبه وبنوه وبحذر بكل ما اوتيت من قوه اني لن اتوانى في ان انا بالبلدي كده هخرب بيته بكل المقاييس بمعنى الكلمه. يعني مش يعني ما فيش شفقه نهائيا للامور دي بالذات. حقوق ملكيه يعني مش عايز اقول لكم الواحد هلك فيها قد ايه. الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، ما خدتش وقت كبير مثلا في تصميم كذا او عمل كذا. الحمد لله لما بحط دماغي في حاجه احمد ربنا واشكر فضله، رغم اني ممكن ما يكونش عندي خبره فيها او ممكن حتى درايه سابقه، لكن من الالف للياء كل اللي حضراتكم شايفينه ده انا اللي عامله بنفسي. طبعا يعني ما ساعدنيش اي مخلوق، المساعد هو كان او فوق كل حد طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي اداني القوه والاداني يعني العزيمه والاصرار وبتاع ان انا عملت كل ده من الالف للياء. قنواتي الثلاثه بالسلاسل بتاعتي المختلفه، بشغلي كله من الالف للياء، بكل حاجه انتم شايفينها العبد لله فقط، بامكانيات اقل ما يقال عليها امكانيات مضحكه لو عرفتوها. يعني انا شرحتها قبل كده كتير، بس يعني لو شفتوها على الطبيعه هتضحكوا. يكفي ان اقول اني قعدت شهور ما عنديش انترنت، شهور طويله نهزت تقريبا حوالي سنه، يمكن والله اكتر من سنه ما عنديش انترنت خالص. بضطر ان انا انزل حلقات بنزلها بعدها ب3 شهور واللي بشهرين، وفي حاجات لسه ما نزلتش لحد دلوقتي، وكلها طبعا زي ما قلت انها مش مجرد حلقات، مش قارئ نشره ولا قارئ خبر، لا يا فندم، حاجات كلها تبقى كلها سبق وكلها حقوق اسمها ايه دي، تفردات وسبق مدوي وحاجات خرافي. يعني في كل حرف بقوله الحمد لله احمد ربنا وشكر لوحده. شوفوا انتوا بقى. لكن الحمد لله اكدت وذكرت قبل كده في حلقتي اللي انا نزلتها ليه انا بغيب السنه دي بالذات بنسبه ما طبعا في تحليلاتي وتقييماتي وتوقعاتي طبعا. قلت ان مش محتاج خلاص، يعني الحمد لله احمد ربنا وشكر له. هثبت ايه تاني بعد كده؟ كنت بعمل حاجه جديده بعملها عشان الناس طبعا، والقديم كان عشان الناس طبعا في الاول وفي الاخر، لكن اكيد كان جنبه جزء ان انا بثبت امكانياتي وقدراتي الحمد لله وتفرداتي، وازاي ان انا مختلف عن الاخرين، وايه هو الاعلام بجد. لكن ده خلاص هثبت ايه بعد 8 سنين ونص والاف مؤلفه من التوقعات الصائبه بنسبه نجاح تتعدى 95% في النسبه، تقييمات خرافيه مش موجوده في اي مكان، تفرد كامل في التحليل والتقييم والتوقع، اثباتات. يعني النهارده بكلمكم في حاجه جديده اهو، موضوع مودست لسه هجيله يعني. تمام. الاف ملايين الملايين اللي انا فعليا وفرتها على انديه، او كان المفروض اوفرها على انديه ومنشات كرويه لو كانت سامعه كلامي اللي انا قلته في تحليل تقييم توقع. والتقييم شقين، شق فني وشق مالي او مادي. اكتر من 125 فكره المثبتين يعني في حلقات منفصله، غير افكار اخرى زي ما قلت موجوده جوه حلقات في فتره مثلا 5 سنين كمان.
يعني اقل تقدير هقول 50 فكره تاني مثلا، يا بلاش يا جماعه نقول 25 فكره تاني، يبقى عديت ل 150 فكره وابتكار وتطوير. 150 ابتكار وفكره وتطوير، او ايه اكتر من كده. اللي بيعمل فكره يعني بجلاله قدرها الفيفا مش عامله 10 افكار على بعض طول الفتره اللي فاتت، 10 افكار او تطويرات او ابتكارات، مفيش. اعدهم لكم لو عايزين في ال 10 15 سنه اللي فاتت، اعد لكم الفيفا ايه الافكار والابتكارات والتطويرات اللي عملتها، وايه منها صائب وايه منها فاشل. هتلاقوا غالبيتها فاشل تماما. وعلى فكره الفار مش الفيفا اللي عاملاه، الفار الاتحاد الهولندي عشان ما حدش يتلخبط. الفار يا جماعه اللي بداوا وابتكروا كان الاتحاد الهولندي، ده مش كلامي، ده كلام الادله كامله مثبته. نفس الكلام بالنسبه لرزاز متلاشي، مخترع برازيلي اللي عمل قضيه ضد الفيفا. تمام. وادي اهو اخر حاجه اللي قلبت، ما فيش حاجه بعد كده خلاص، هو اخر حاجه اتعمل الوقت بدا الضياع الفعلي العبد لله اللي عامله الحمد لله. تمام. ففيفا ايه اللي عملته بس. فالمهم يعني فمش هتكلم اكتر من كده. يعني منشأة عاملها 20 قسم مختلف، كل قسم فيهم يعمل شركة بحالها، ودي حقيقة واثبتت بالادله الكامله، كله موجود، تدخلوا وتاكدوا بنفسكم. طيب مش هطول اكتر من كده، لكن ادخل بقى بعد فاصل سريع جدا على الحلقه اللي هي تندرج تحت سلسله الاخطبوط وسلسله انا والاعلام. يعني تندرج في السلسلتين، لكن انا بقول اكتر ان هي طبعا الاخطبوط. فاصل سريع جدا ومفاجاه مدويه النهارده عن مودست وانتصاري المدوي بكل المقاييس، اللي مش اخير طبعا ان شاء الله باذن الله، ولسه في يعني قلت لكم بس افضل قصه الاخطبوط دي هنزل لكم عشرات الحلقات، لكن يعني على قد ما بلاقي وقت والله. انتصار مدوي جديد في الكره المصريه عن مودست، وانتصار على الجميع واهمهم طبعا كابتن رضا عبد العال. وانا قلت ان انا مش بشخصن امور ابدا، الحمد لله انا اكبر بكتير جدا من ان انا احط نفسي ند بند مع حد، لكن بدي كمثل، كمثل يوضح الامكانيات الحمد لله اللي عند العبد لله والقدرات. تمام. والفريق الخرافي الحمد لله شاسع. فبجيب له كل هو مين يعني في الاعلام بيسمى بقى ملك التحليل وملك التوقعات ومش عارف ايه، يطلع عليه القاب مش عايز اقول. اخر حاجه وده اللي استفزني ان هو طلع يقول لك انا اول حد قلت على اني مودست لا يصلح. تمام. ده قال كده. ونفس الكلام قالوا على برونو سافيو على فكره، ولسه هيجي برضه لبرونو سافيو، دي هي حلقه لوحدها ان شاء الله باذن الله. فندخل على مودست وبعد فاصل سريع جدا ونكمل حلقه النهارده. طيب نيجي يا جماعه لمودست. طبعا انا ما حبيتش يعني، استنيت على اكبر كم ممكن، اكتر وقت ممكن، اكبر كم ممكن من المباريات، واكتر كم ممكن او اكبر وقت ممكن طبعا، عشان انا لسببين. اول سبب الحمد لله انا مش محدث نعمه من اللي هو بقى لما يتوقع يعني يظبط معايا يعني اقعد بقى اصرخ واعمل يا بص يا جماعه مش عارف ايه. لا الحمد لله مش محتاج ده، عندي الاف التوقعات الصائبه، نسبه نجاح قلت تتعادل 95% في توقعاتي، ودي اهم على فكره، لان ممكن واحد يقعد يتوقع كل يوم حاجات ويتنزل حلقات، ممكن حلقه كل يوم زي اللي عندهم الاسهال الاعلامي ده، ويقعد يعني ممكن يعملوا مثلا 5000 10000 توقع، وفي الاخر تلاقي الصائب منهم مثلا 300 200. يبقى نسبه النجاح قد ايه يا فندم؟ ويطلع يقول لك يا بصوا ملك التوقعات اهو. على فكره ما هو ده اللي ماشي بيك، زي حد زي كابتن رضا عبد العال مثلا. جميل. مع العلم ان هو اصلا يعني حلقه النهارده هثبت لكم اثبات خرافي اخر جديد وليس اخر عن اقول ايه يعني اللي بيجرى مع كابتن رضا عبد العال، والترمخه على التذبذب في توقعاته وتقييماته، وانه بيقول الكلام وعكسه، وانه بيقول الكلام ويرجع فيه. بس يعني يعني الميزه الوحيده في الاعلام الافتراضي ان كل شيء موثق، كل شيء موثق. تمام. يعني دي في حد ذاتها دي بقى يعني اكبر اثبات. فبكل بساطه النهارده مثل بسيط، وعملت لكم حلقات قبل كده على الامر ده، والتذبذب الكبير جدا في تقييماته وتوقعاته، وبيقول الشيء ويرجع يقول انا ما قلتش ويطلع قال فعلا، ويقول الشيء ونقيضه، ويقعد يعني ممكن في لاعب واحد يغير كلامه 10 مرات مثلا. لا ده كويس، يرجع بعد كده لا ده وحش، لا ده لا يصلح، لا ده يصلح، لا ده ممتاز، لا ده سيء، ده ايه ده والنبي. ويرجع بعد كده في الاخر يقول لك ايه، يقول لك بصوا انا لما يبقى خلاص بقى بان الامور في الاخر خالص، يقول لك بصوا انا اول حد قلت كذا.
يعني ايه ده والنبي؟ حصل ده معايا كتير جدا على فكره، يعني مش عايز اقول لكم كيروش قال لك مدرب عالمي وسي في عالمي، بعد كده رجع شال عنه ستر الله. برونو سافيو اللي بيقول لك برونو سافيو، هجيب لكم حلقه لوحدها اعرفكم هو فعلا يعني ده من اللعيبه القليله جدا ومن التقييمات القليله قوي اللي تمسك فيها بكلامه طول الخط، ده اللي انا شفته. ممكن يكون في حاجات في النص كده انا ما شفتهاش، لكن ده من القليلين جدا اللي هو قال الحاجه وتمسك بيها. بس اللي ساعده في كده ان برونو سافيو نفسه ساعده في كده، لان كان مستواه سيء جدا وما كانش يضاهي ابدا الامر ده. واول حد قال انه مش برازيلي وانه ما ينفعش يكون انا كان عبد الله، زي ما انا كنت اول حد قلت انه لا يصلح للاهلي وانه مش زي ابدا السي في سوري الفيديو اللي عملوه له ده، تمام، اللي هو طلع في الفضائيات والكلام ده وفي في الاعلام الافتراضي والانترنت، وقلت انه مش زي كده ابدا، ده الواضح. وانه كلمته كان ليا طبعا كله ده مثبت، وطبعا سبقت الجميع كالعاده. لكن خلينا النهارده في مودست. اوكي، انتوني مودست. فبكل بساطه يا جماعه نبدا من الاول. بيقول لك ايه؟ طلع قال لك في البريمو اكتر من مره يقول لك مودست مش عارف ايه، ويطلع ايه طبعا وانتقد وطلع يتريق عليه ويتريق على حجمه وجسمه مليار مره. دايما يا جماعه انت تتكلم فني، مالكش علاقه ابدا بشخصيه اللاعب ولا بجسمه ولا بالكلام ده نهائيا، لان ده اقل ما يقال عليه عدم احترام حتى للمشاهد نفسه، ازدراء. كمان اللفظ اللي بيتقال ده التنمر، لا انا ما بحبش اللفظ ده، بقول سخريه، عدم احترام للاعب، عدم تقدير ليه. وتاني بكرر دايما ده بيحصل مع الاجانب، لان الاجانب انتقد فيهم زي ما انت عايز مش هيرد عليك، لانه كده اصلا اولا مش في بلده، ثانيا مش فاهم اللي انت بتقول. فما تقدرش تقول كده على المصريين، يعني ما بتقدرش يوم ما تنتقد حتى رضا عبد العال نفسه المشهور قوي ان هو يعني مش بيهمه حد وبتاع، حتى لما بينتقد اللاعب المصري بينتقده فني، ما بينتقدوش ابدا في جسمه في هيئته في شكله. اشمعنى في الاجنبي بتعمل كده؟ وحصل فاكرين لما كان مسمي اعتقد كان مين يا ربي مدرب الاهلي كان مسميه زي بتاع كنتاكي، اللي هو الشخصيه اللي بتتعمل في الاعلانات بتاعت كنتاكي، كان لاسارتي وطلعت انتقدت ده بشده، رغم اني اول حد اكدت لاسارتي لا يصلح اصلا فنيا ومن اقل المدربين اللي جم، ومع كده ما عمري ما انتقدته في شكله ولا في هيئته، لانه في الفتره الاخيره لما كان عامل فاكرين دوجلاس اللي كان عامله ده، فكان فعلا في شبه من الشخصيه الاعلانيه بتاعت كنتاكي. لكن تطلع انت يعني تتكلم عنه بالسخريه دي ايه دخل ده في الكوره؟ ايه دخل ده في النقد الكروي؟ حاجه يعني مزريه بمعنى الكلمه. وغيره طبعا. المهم، فمودست هو طلع قال لك انه طبعا اول حد قال لك ده مش في ايه وخساره فادحه للاهلي وجميل، تمام. تعالى بقى حضرتك، رغم ان انا صبرت عليه قوي، رغم ان عارف ومتاكد ان هو ده المردود اللي هيعمله، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. ولو خدنا بالنا لانه ان انا ما نزلتش حلقات خالص عن الاهلي الفتره اللي فاتت، الا في حلقات انا سجلتها يعني بتكلم عن الدوري بشكل عام، حاجه اسمها زوار واحداث، حاجه مجمعه كده للمباريات، واتكلمت في النص وكلامي هو نفسه الحمد لله، كلامي ما بيتغيرش احمد ربنا واشكر فضله، الا لو انا استشفيت خطا، وده يعني نادرا لما كان بيحصل خطا قلته في تقييماتي الاولانيه، فبطلع ان انا اعدل ده، واحمد ربنا واشكر فضله الاف التقييمات والتوقعات، ونادرا لما كنت بعدل الامر ده. انا نفسي مش فاكر حاجه زي دي، لكن هقول فرضنا نادرا، لكن والله ما فاكر ان انا حتى عدلت في حاجه. لكن يعني لاني عارف وواثق الحمد لله اني لما بادي رايي في البدايه، ورايي طبعا راي او رؤيه مش وجهه نظر، وشيء مبني على ادله واثباتات ووقائع وحقائق وسنس وخبره ودرايه ومعرفه وامكانيات وقدرات وانا حطيت كمان امكانيات وقدرات في الاخر، مع ان المفروض هي تكون في الاول. كل ده الحمد لله تمام. فطلع قال لك ده كذا وكذا. طبعا تاني بكرر، انا مش بشخصن امر ولا انا بدي رضا كمثل. جميل. طيب، لكن احمد ربنا واشكر فضله وتفوقت على الجميع بكل المقاييس، تفوقت على الجميع، احمد ربنا واشكر فضله، يعني ما الاف السنوات الضوئيه، تمام. ده مش كان في مصر بس، كان في الوطن العربي وفي اوروبا وفي العالم، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. رضا بيقول قال وعاد وزاد. طيب تعالى اسمع حضراتكم كلامه يوم 9 تقريبا، يوم 9 اقول لكم بالظبط بعد ما جه مودست. جميل، ثانيه واحده اقول لكم حالا. يوم 9/9/2023
ادي كابتن رضا عبد العال، واراهنكم ان لو حد قال له كده او قال له واحد من الاثنين المقدمين البرنامج اللي قاعدين سواء محمد فاروق ولا اسلام صادق، قال له انت قلت كده، اراهن واتحدى انه يقول ما قلتش. لسه في حلقه امبارح اخر حاجه وهو بيتكلم عن الاهلي والزمالك هو محمود ابو الدهب في مباراه افريقيا، هو نفسه في الدقيقه 39 يا جماعه، في الحلقه في الدقيقه 39، انا حتى في الدقيقه 39 اسمعوا كلامه اللي قاله لما بيقول له عمال يقول عمرو السيسي، وعمرو السيسي كان مهم جدا وكان لازم ينزل في المباراه وافضل من دونجا ومن افضل اللاعبين والمفروض يكون اساسي منتخب مصر والكلام ده كله. وده مش اول مره يقولها، قالها فعلا كذا مره قبل كده وليه تصريحات كتير. لكن لما رد عليه محمد فاروق قال له ده انت انتقدته كتير وما كانش عاجبك، قال له انا ما حصلش ازاي ومش عارف ايه، ومحمود ابو بيقول لا انت بتتكلم عنه كويس جدا وكان بيتكلم عنه ممتاز. لا انتوا الاثنين اللي معاه في البرنامج ويوميا وده شغلتكم وانا اللي مش متابعه يوميا بقول لكم لا يا فندم كلامكم غلط. وفعلا كلام محمد فاروق في البدايه صح، انه انتقد عمرو السيسي اكتر من مره. ما قالش بقى يعني اللي هو بشع ومش عارف ايه زي ما بيقول عن دونجا كده مثلا، لكن هو ورؤى الاثنين كلامه فيهم متذبذب جدا جدا الاثنين. واللي متابع قوي البرنامج هيعرف اللي انا بقوله وكله موجود. قال عمرو السيسي اكتر من مره لدرجه وصل الامر ان هو عايزه يمشي. مره من المرات انا فاكر كويس جدا، اعتقد كان في نهايه الموسم اللي فات، سالوه كان اعتقد اسلام صادق بيقول له انت السكواد بتاع الزمالك مين يمشي مين يقعد، ذكر ان عمرو السيسي يمشي وانه من اللاعبين اللي يمشوا. ودايما كان يتكلم عنه انه لا ده وحش، لا ده مش هيفيد، يجي بعد كده يقول لك لا ده ممتاز ورائع ولاعب جامد جدا، يجي بعد كده يقول لك لا اصله مش في المستوى، لا ما يفيدش الزمالك في لعيبه احسن منه، يجي بعد كده يقول لك مش عارف ايه، تذبذب كلامه اكتر من مره، دي حقيقه فعلا. ومحمد فاروق على فكره يعني بالبدايه كانت كاس عام في الكلام كالعاده، لما قال له انا ما حصلش ومش عارف ايه فسكت كالعاده، ما حاولش يجادله، رغم ان محمد فاروق اللي قال نفسه كده، ودي حقيقه فعلا انه فعلا انتقد اكتر من مره عمرو السيسي، دي حقيقه. ورؤى نفس الموضوع، دي يعني غايث من فايض من تذبذبات كابتن رضا عبد العال. تمام، لكن خلينا في مودست. تمام، بدليل القاطع مودست اللي قاعد يقول لك كاني وماني وملوش لازمه ومش عارف ايه وكلام من ده. طيب ادي يا فندم بتاريخ 9/9/2023 في البريمو نفسه مكالمه هاتفيه، الاهلي ينهي اتفاقه مع مودست مقابل $1,750,000. ده العنوان او التايتل الموجود فين في شريط البريمو. بص بقى حضرتك، ده مقطع البريمو اللي منزله، البرنامج في قناه 10 اللي منزله، مش انا جايبه من عندي، وهو اللي منزله وكاتب، حتى هو اللي كاتب الايه ده طبعا اللي هو الفريق الاعلامي بتاع البرنامج. كاتبين ايه يا فندم على لسان رضا عبد العال، وطبعا الفيديو موجود حوالي 10 دقايق يمكن. قال ايه بقى؟ ده العنوان يا فندم، ده العنوان: سنه كبير بس هيفيد الفريق. سنه كبير بس هيفيد الفريق. رضا عبد العال يوضح رايه الفني في تعاقد الاهلي مع مودست المهاجم الجديد. وعلى فكره في فيديوهات كان عاملينها بعض الاشخاص من اللي هم اللي عاملين قنوات رياضيه وكده مستشهدين بكلام رضا عبد العال اني لاعب رائع وعالمي وممتاز والكلام ده كله. على فكره ده الكلام ده التايتل بس، حضرتك لما تسمع الفيديو هتلاقيه لا بيقول لك مهاجم يفيد الاهلي جدا وهداف وكبير ومش عارف. ماشي، اتفضل يا فندم. لا بقى شكله مش عارف عامل ازاي، ولا اصله ولا كان من 5 سنين لعيب مميز وبعد كده ما بقاش مش عارف، ده الكلام اللي بيقوله دلوقتي على فكره، ولا الاهلي خسر فيه المبلغ ده كله، ولا كل الكلام ده مش موجود خالص في في تقييمه الاولاني. مع العلم ان تقييمه ده حصل امتى؟ بعد التعاقد كمان، بعد التعاقد. تعالى حضرتك بقى، تمام، بتاريخ 21/9/2023 بعد ما خلاص تم انهاء التعاقد تماما. تمام، وانا مش محتاج ان انا اقيم، لان لو كنت اتسالت قبل التعاقد كنت نفس الكلام هقوله. فانا مختلف تماما ان انا قلت يا بعد التعاقد ما تم الانهاء عليه، بس انا حضرتك انا مش مخير ان انا في فريق التسويق ولا من الناس اللي بتسال في التقييم والتحليل الفني، ولا ان نتعاقد مع دوله ما نتعاقدش، انا حد يعني بعيد عن النادي. لكن ان كنت دي يعني من ضمن الحاجات اللي انا منوط بيها في شغلي، طبعا الكلام ده كنت اقوله من شهر 8، من اول 9، من اول ما كانت الكلام تبادرني مودست بيفكروا فيه، لاني ما غيرتش كلامي الحمد لله، هو نفس كلامي تمام طول 8 سنين ونص وفي الامر ده بالتحديد. فهنا التاريخ مش هيفرق، لان ده كلامي ده كنت هقوله في شهر اغسطس، هقوله في شهر 7، هقوله في شهر 6 من اول الميركاتو، هو نفس كلامي مش جديد. وبالمناسبه على فكره الحلقه تم تسجيلها يوم 19، يعني دي كانت في بدايه الازمه
ومش بدايات، هو كان في عز الازمه بتاعت الانترنت، بس كنت يعني لاقي لها يعني حل شويه في الوقت ده، لكن بعد كده في 3 شهور الاخرانيين كانت الموضوع صعب جدا. لكن اوكي مثلا يوم 19 ونزلت يوم 21، يعني قبلها كمان بيومين، يعني بعد 10 ايام بالظبط من كلام رضا عبد العال اللي مختلف تماما عن كلامي. وهقول لكم ازاي. هو رضا قال لاعب يفيد ولاعب مميز ومفيش مشاكل وهداف كبير، والاهلي محتاج النوعيه دي جدا، والفلوس ما كانش خالص على حته المليون 750، لا ما فرقتش معاه خالص، وما كلمش عن حجمه ولا ده بقاله 5 سنين ما بيلعبش، وهو طبعا مش 5 سنين، هو كان كل حكايه 6 شهور فعلا. هو على فكره من 6 شهور كمان، ده هو كان مع بروسيا دورتموند نهى الموسم وما جددش، يعني ما فيش حتى ال6 شهور اللي كان فيها محمد فاروق دي. تمام. لكن مع ودي اصعب على فكره في التقييم الفني بالذات، اصعب بكتير ان واحد زي العبد لله بالملي وصفت تماما المسيره بتاعته هتكون مع الاهلي ازاي، ومدى افادته من عدمه، والمبلغ المالي قد ايه، وكل الكلام ده، وصفت القصه بالتفصيل الكامل كانها بالظبط اللي بيجرى دلوقتي هي بالملي. حطيت لكم زي ايه، عايز اقول لكم استقراء للحدث. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله، دي احد قدراتي، احمد ربنا واشكر فضله اللي ربنا اداني. فاكدت الكلام بتاعي. شوفوا، مليون يا جماعه، مليون و750 اتدفعت وقتها. كان الدولار 30 مثلا حاجه كده في الوقت ده، انت بتتكلم من شهرين ثلاثه، بتتكلم في حوالي 30 جنيه. اضرب 30 جنيه يا فندم في مليون 750، يعني 30 مليون، حوالي 50 مليون، غير طبعا الامتيازات، غير طبعا انه خد مكان في القائمه، غير انه مشوا له لاعب زي محمد شريف مثلا، غير حاجات كتير، يعني في خسائر فنيه وفي خسائر ماديه، يعني كوارث بمعنى الكلمه. جميل تمام. وعلى فكره 157 دي انا اشك فيها برضه، ان اللاعب يجي بالمبلغ ده فقط، اشك فيها لاعب زي مودست يعني، او يعني في مكانته بمعنى اصح، لانه فنيا انا الحمد لله كان ليا السبق. تمام. فيوم 19 قلت الكلام ده، ما كانش لسه لعب اي مباراه نهائيا. الوحيد احمد ربنا واشكر فضله، الوحيد اللي طلع في ظل ايه كمان، ده في ظل يعني حتى ما كانش في شك نهائيا من اي مخلوق في المنظومه تماما او حتى بره المنظومه انه اللاعب حتى هيبقى متذبذب، لا ده كله عالمي خرافي فظيع، وقعدوا يقول الكلام بقى على الميركاتو، شبيه بالميركاتو بيحصل في السعوديه، وهيبقى حاجه مش عارف ايه والكلام ده كله. يعني حتى ما كانش فيه حتى شك، من مجرد شك من اي حد، بالعكس ده كان كله اطراء، كله بيتكلم انها صفقه خرافيه زي ما بيتقال كده، صفقه مش عارف ايه، كله بيتقال لك ده حاجه عالميه. تمام. الوحيد اللي اكدت تماما انه هيكون مش مفيد وهيكون يعني سلبي تماما، وانه فلوس هترمي في الارض كنت انا. طيب مش هتكلم كتير، نسمع مع بعض ايه اللي انا قلته. الاول اسمعكم اللي قاله رضا عبد العال في المداخله بتاعته، تمام، وبعد كده اسمعكم اللي انا قلته، وانتصار خرافي جديد الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله على الجميع، مش على شخص بعينه، على الجميع بمعنى الكلمه. نسمع مع بعض اللي قاله رضا عبد العال الاول، وبعد كده نسمع الكلام اللي انا قلته. كابتن رضا، خليني بقى اخدك لحته ثانيه. النادي الاهلي بيقترب خلاص من المهاجم الموعود، او اللي يعني الناس بتتمناه مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. ما اعرفش تابعت ولا لا كابتن اسم اللاعب؟ والله ولا ما تابعت، فرنسي، بس قول لاعب فرنسي يعني اسمه انطوني موديست، عنده 35 سنه، قدامنا على الشاشه اهدافه، وكان بيلعب في انديه الحقيقه كبيره، انديه كبيره. هل انت من مناصري ان انت حتى لو بتجيب لعيب كبير بس هدافه هيفيدك سنه ولا اتنين تجيبه، ولا يعني فكره ان النادي الاهلي عايز يجيب فيرود في التوقيت ده عشان هو قال ان هو جايب فيرود وخلاص؟ لا بص، هو يعني ده فكر كولر بقى. هو ده هو طبعا جايب كولر رقم واحد هو اللي قال لك، لان من الواضح كمان ان الوكيل الخاص بكولر هو كان يعني بيساعد امير توفيق او اداره التعاقدات في النادي الاهلي على ايجاد فيرود كويس. خدوا بالكم يا جماعه في الحته دي، بيقول لك المهم يكون فكر كولر، فكر كولر يعني هو بيأيد ان المدير فني ما دام هو اللي مختار ده تمام. اهو دي برضه نقطه اخرى في التذبذبات يعني المتعدده اللي رضا عبد العال والكلام المتضارب. دلوقتي فكر كولر تمام، فما عندوش اي مشكله، لا بعد كده يقول لك ايه، اسكور هو الدنيا، اسكور هو اللي جابه كولر، يعني عايز يقول لك كده ان الموضوع كله كان عباره عن حاجه كده صفقه تجاريه مثلا هيكسب منها زي ما كان موسيماني بيعمل، عايز يقول لك كده يعني، زي ما قال لك على برونو سافيو المره اللي فاتت. سبحان الله، هو كلام تضارب حتى في دي كمان. طيب نكمل مع بعض. بص، انا الفيرود ده كل اللي انا عايزه انه يلعب لي في ال 18. لا هو يعني مش عايز اقول لك الهداف لا يعني في ال 18، بص في ال 18، فطالما في ال 18 انا مش عايز يهلك نفسه بره ال 18. ليه؟ لان النادي الاهلي بيوصل للجون كتير، فانا عايز حد يترجم. طب ما كهربا واخد كان بالك بيترجم يا كابتن؟ ايه؟ ما كهربا كان بيترجم. لا مش في كل الحالات. لا مش في كل الحالات، هو كهربا بيجيب جون ويضيع 4. يعني هترجع للماتشات الصعبه،
في ساعات جاب جون ومضيع 4، وفي ساعات ما جابش جون ومضيع 3. بس على جزئيه كهربا دي، لان كنت الوحيد الحمد لله، الوحيد الحمد لله عشان اللي بيتكلم يقول لك اللي لعب كوره وما لعبش كوره ولبس شورت وما لبسش شورت، كلام الفارغ ده، واللي اثبتت بالمليار مره قبل كده انه كلام مش صحيح نهائيا، وان ده ملوش علاقه بده. تمام. الوحيد الحمد لله اللي لفت النظر للامر ده واكدته واستنكرته يعني، وعملت كده يعني مش سبوت، ده انا جبت كلوب يا جماعه حطيته، يا جماعه الخير كهربا ما يلعبش راس حربه صريح. كهربا رغم انه لعبها في اتحاد جده ونجح نسبيا فيها في فتره ما، لعبها برضو في الزمالك فتره ما بسيطه، لعبها في اعتقد في انبي برضو الى حد ما، لكن امكانياته وقدراته فعليا عباره عن كهربا يا جماعه. هو الهاف الحديث، هو طبعا مش حديث عندنا، هو من 10 سنين فاتوا، الهاف اللي ابتدعه او الاسلوب اللي ابتدعه، اللي انا شايف انه اللي ابتدعه او مش ابتدعه، يعني اقدر اقول اللي هو اللي كان السباق فيه الرائع اريان روبن، الوحيد اللي كان او يعني وقتها كان اول حد بياخد الكره كهاف، ما كانش هاف سيرف، لا كان هاف بيدخل لجوه بطريقه حلوه قوي قوي قوي، بس هو كان مسدد رائع، عنده الدقه جدا، مش القوه، عنده الدقه الشديده، فالوحيد اللي كان بيقدر يعمل الحركه دي بشكل رائع، واحرز من اهداف كتير جدا مع المهاره الفظيعه، ويتوغل، يقدر ياخد ضربه جزاء، يقدر ان هو يلعب الكره المقوسه الرائعه اللي بيعملها من الطرف الاخر ويحطها في الزاويه البعيده وهكذا. فكهربا عنده الملكات دي ما عدا التسديد طبعا، لكن عنده الملكات دي، فانت حضرتك بتخنقه لما تحط راس حربه، لان دي مش ملكاته، فانت هنا حضرتك مش كمان ما بتستفدش بامكانيات اللاعب فقط، ده انت بتقوض الفريق نفسه، ممكن بالشكل من الناحيه الرياضيه نتائج والبطولات والكلام ده، ما انت بتعمل كوارث. انت دلوقتي اهو بتعيب على اللاعب ده بيضيع 3 كورات وبيجيب كوره، طب ما ده طبيعي، لان ملكاته وامكانياته مش حد اسمه ايه ده سكولر، يعني اللي هو مش هداف، دي امكانياته يا فندم، لان هو دي يعني امكانياته ان هو اكتر بيجي من تحت، لو هينهي لازم ينهي بطريقه معينه، وشرحتها قبل كده اكتر مره، او ان هو يعمل يكون هو اللي هو صانع اللعب يعني، او صانع الاهداف. اوكي، فانا لحد دلوقتي مش قادر افهم يعني انتوا كل ده مش واخدين بالكم ازاي؟ ما هي نقطه زي دي زي ما قلت، ما هي بتضيع اموال ضخمه جدا 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 على الفريق، ومن الناحيه الرياضيه ومن الناحيه الاقتصاديه، لاعب ما يتمش استفاده من امكانياته وقدراته رغم المبالغ الخرافيه اللي واخدها، وما بتستفدش من امكانياته، كمان بيضيع عليك فرص وبيضيع عليك اهداف وبيضيع عليك بطولات. طب عايز ايه تاني؟ نكمل مع بعض. فانت بتجيب راجل ان هو من نص فرصه يجيب لك جول، بغض النظر بقى عن سنه ايه والكلام، وكل يعني ده مش هيبان. يعني انت من مناصر عادي، انت ما فيش مشكله ده، لا حتى طبعا. لو سنه كبير. بص ده كان بيلعب في دورتموند مع كابتن، اخر نادي دورتموند. بص انا مع 2 كبار في السن يلعبوا في اي فرقه، اللي هو الهداف وممكن يبقى حارس المرمى، هم دولت اللي يستثنوا عن اي حته تقعد تجري فيها، لان عايزه لياقه بدنيه وعايزه صغر في صغر سنه طبعا والكلام ده. انما انت الهداف بيفضل هداف لو عنده 40 سنه. ايوه، بس المدير الفني بقى ما يطلبش منه بقى مهام كده معينه خاصه بقى لا دفاعيه. ما ملوش مهام، انت مهامك 18 وبس، اقف لي في الصندوق عشان تجيب لي. هو هالاند بره ال 18 عامل ايه وفي ال 18 عامل ايه؟ في ال 18 مرعب، لطشه جون بالدماغ جون، انما بره ال 18 لما الكوره بتجيله بيبقى لايص فيها يا فاروق، عقبال ما بيوقفها والكلام ده بياخد وقت، انما في ال 18 بيعرف يجيب جون. فهو ده اللي كان ناقص ساعتها السيتي، واللي كان بيدور عليه جوارديولا، ان عايز واحد يترجم له الحاجات دي. فعشان كده ان هو ما بيطلبش منه مهام غير ان انت تبقى في الصندوق. طالما انا فرقتي ماسكه كوره وبتهاجم، يبقى انا مش عايزك تخرج لي بره وتعمل لي محطه لا، انا عايز تبقى قريب من الجون، ان هي لطشه جون بالدماغ جون برجل الشمال جون بكتف جون، المهم ان انت تبقى قريب من ال3 خشبات. فانا شايف ان اول هام السن مش عائق تمام في المكان ده. انا قلت لك 2 اللي هم يستثنوا، فيرود وحارس المرمى، وده كان عصام الحضري ادى فيها دروس كتير، واخد بالك، والراس حربه اللي بيعرف يجيب جون. حسام حسن، هو حسام حسن ادى دروس كتير في الموضوع ده برضه طبعا لا يعني وجمال عبد الحميد، وعندنا يعني انت واخد بالك
كل ما هو يقدم في بس دول الملعب. مصريين يا كابتن، انت ده لاعب بتدفع له دولار، يعني بنتكلم ان الصفقه دي هتقترب من $1,700,000. مش احسن من سافيو؟ ها، مش احسن من رضا سليم اللي انت جايبه؟ لا رضا سليم بيلعب في حته ثانيه يا كابتن، يا وكل حبيبي الناس ماشي. بتشيد بيه الحقيقه في المنطقه دي. يابا 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 يعني المنطقه انت دي دلوقتي السنه اللي فاتت، كولر من السنه اللي فاتت عايز مين؟ فيرود. بس فانت اهم حاجه تجيب له الفيرود عشان نبطل حجج. جبت له الفيرود اهو من اي مكان. انت حاجه جايه بتعرض كابتن الاهداف بتاعته. حاجه جايه كابتن رضا، الاهلي واخد دوري ابطال افريقيا، واخد يا حبيبي الدوري. لا، ما هو كان دايما يقول لك يعني مفيش الفيرود حاجه. الفيرود لا الفيرود. هو عايز بقى يوصل بفريقه لمنطقه تانية يعني من ايوه ماشي، ما جه بقى كاس عالم جه انديه بقى، الفيرود. دوري ابطال الجديد كده. جه الفيرود. خلي بالك مم. بنسبه مثلا 100% ممكن الراجل يوفق، وبنسبه مثلا 70% ممكن ما يوفقش. ده وارد، لان وارد انا قلت، لا انا قلت لك الدوري بتاعنا هنا او الفرق اللي هنا غير اي فرق في العالم. يعني بص الاجوان اللي هو بيجيبها كلها هتلاقي الرقابه عليه قليله، انما هنا هتلاقي 5 واقفين جنبه. ده يا كابتن هو الراجل جامد وعافي يعني. بس بص يا حبيبي مع الكوره ما وصلتليش جامد ازاي بقى؟ ما هي لما تجيلي الكوره تفرق، انما الكوره اصلا ما بتوصليش. هو احنا ما بنقولش عليه هو، انت بتقول على طريقه اللعب اللي بيوصلك اللي توصلك، اللي انت تروح كل شويه. طول ما انت بتروح ال 18 ما تقلقش، هتجيب جون في اي وقت حتى لو مش هو اللي جابه. انت فاهمني؟ بس هو لو اتمسك ممكن بيفضي. مش فاكر انت فيلافيو لما كان بيتمسك كان بيفضي لعماد متعب؟ فيلافيو كمان تحركاته هو عماد متعب كانت حاجه خطيره. في ناس كانوا أيوة هقول لك حاجه يا كابتن، ده انا عايز اقول لك مجرد بس ما الاسم اتطرح، انت عارف في بعض الناس دي كل واحد ليه رايه، وعشان كده انا دايما وجهه نظرك اتفضل قولها بدون ان انت بس يعني تتعدى على الشخص او الكيان. يعني فكره ان يقول لك طب ما ترجع يا عماد متعب بقى ما دام انت رايح تجيب واحد عنده 35 سنه. لا يا حبيبي، لا مع كل الاحترام. ده بص، اولا ده بص شوف الستايل بتاعه عامل ازاي. دي رقم واحد. رقم اتنين ان عماد في فتره من الفترات ظهره هو اللي اثر عليه. صح. هو لولا الاصابه كان عماد متعب بطل، كان زمانه بيلعب. لا مش للدرجه دي. حسام حسن يعني بطل متاخر ليه؟ لان هو عايز وكان بيلعب، وكان حتى لما بيتصاب بيرجع. انت واخد بالك؟ انما الاصابه بتاعت عماد متعب لا فرقت كتير معاه. واخد بالك؟ انما ما تقوليش بقى بص انا ما يهمنيش الا الراجل ده يكسبني، جه عشان يكسبني. صح. لو عنده 40 سنه صح. ماليش دعوه. صح. اهو في اكتر من كده يا جماعه، في اكتر من كده، في اكتر من كده. يعني محمد فاروق يعني اقول ايه، يعني حط يعني احرجه احراج كامل، يعني رغم انه في نفس البرنامج. ومحمد فاروق كتير جدا 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 بيترمخ، زي الموقف اللي قلت لكم عليه بتاع امبارح ده، بتاع انت انتقدت قبل كده عمرو السيسي فقالوا ازاي ما حصلش فسكت، زي ما بيسكت على حاجات كتير جدا. وانتقدت محمد فاروق في الامر ده كتير قوي، سواء عن جهل او عن عمد. المهم انه بيسكت يعني. لكن ارجع هنا بقى لايه، اهو بيقول لك ايه لما بيقول لك راجع عماد متعب، ما دام قصه سن مفيش مشكله. وانت بنفسك يا رضا قلت طول المداخله بتاعتك ان هما مكانين مفيش مشكله فيهم في حته السن، ما دام في قدرات وبتاع. وقلت طبعا يعني راس الحربه مهم جدا والسن مش فارق، واثنيت على المودست. ده انت كمان اهو بتقول ايه، بتقول لا ده شوف الفرق. هو نفسه بيقول لك شوف الفرق بين عماد وبين اللاعب ده. يعني انت نفسك هو بتاكد انه لاعب مختلف وعنده قدرات وامكانيات اعلى بكتير، وانه هيفيد الاهلي. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده يا كابتن رضا عبد العال؟ في اكتر من كده؟ طيب نكمل مع بعض. انا ليا اداؤه في الملعب. اللي انا هقوله لك بس يا كابتن ان النادي الاهلي دايما كان تفكيره في ان انا بجيب لعيب صغير لو هدفعه الفلوس بالدولار يعني. دي في حاجات تانية. دي بص يا فاروق، كده هو يفيدني سنتين 3 4 كده يا فاروق. انا قلت لك استثني العمله النادره اللي هو الراجل الهداف وحارس المرمى الخبره. دولت اللي تستثنوا. انا قلت جيت مثلا قلت لي عنده 31 وهيلعب في نص الملعب، اقول لك كبير. لو 31 سنه وانت جايبه لعيب نص ملعب يجري والكلام ده اقول لك لا كبير. لان الاماكن دي عايزه لعيبه صغيره 22 23 سنه والكلام ده. الحاجات اللي هي فيها جري وفيها التحامات وفيها احتكاكات وكل الكلام ده. انما ده راجل هداف عمله نادره، فانا جايبه عشان ان هو عمله نادره. اهو سؤال اخر، لما بيقول له طب ما انا احط الفلوس دي، الاهلي كان ده ابونا بيحط ممكن يحط فلوس دي في لاعب صغير، قال له لا
استثني العمله النادره. اللاعب الهداف العمله النادره، يعني بياكد كمان كلامه مره اخرى ان هو كمان بيتكلم عن حاله محدده دلوقتي. خلوا بالكم انه ممكن رضا يطلع يقول لك ايه انا كنت بتكلم في العموم. لا عموم ايه، هو بيسالك عن لاعب محدد، وهو وانت بتتكلم وقدامك الفيديو المصغر ده اللي بيتعمل عن امكانيات وقدرات لاعب، هو مش محتاج يعني، هو لاعب معروف وامكانياته كبيره وقتها طبعا. اوكي انت رحت فرانكفورت في الصين، بورسا دورتموند، لا يعني امكانياته معروفه ومن الهدافين الكبار. فحضرتك يعني انت بتتكلم عن حاله محدده يا كابتن رضا، يعني هنا مش برضه تملص ولا تقول اصلي ما قلتش اصلي مش عارف ايه، مستحيل. مداخله 10 دقائق كامله ما فيهاش اي كلام، كلها اثبات كامل ان لا انت مع التعاقد تماما، بتثني جدا على اللاعب في نفسه بنفسه، مش فارق معاك قصه السن خالص، وما جبتش ولا سيره انه اصله ما كانش بيلعب من قد كذا، اصله مش عارف بقى له 50 مش عارف ايه، اصله كان كل الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده ولا حرف قلته منه، في بالعكس قلت العكس تماما في المداخله دي. بس في اكتر من كده ايه، نكمل. وارد زي ما انت قلت يا كابتن رضا يوفق او ما يوفقش، ده على لا حسب هو بص يعني باللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، سيبك من كولر والكلام ده وتقولوا لي بقى ما طورش بس طبعا طبيعه النادي الاهلي وجماهيره ان الفرقه دايما بتروح لل 18. هو بقى يعمل ايه جوه ال 18؟ هي دي النقطه. هو بقى خلي بالك، هو يعني من اللي انا شايفه ده هو بيعرف يجيب جول، سواء برجله الشمال برجله اليمين بدماغه، وعامل اهو زي الظرف اهو ما شاء الله، واخد بالك؟ فده انت تخدمه بقى وتحط له الحاجات دي. بس احنا متفقين يا كابتن ان الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا والكره الافريقيه يعني برضه مختلف تماما عن اوروبا. يعني الراجل لعب في انجي، لعب في بوردو، لعب في الدوري الالماني كولن، لعب في دورتموند. فهي هناك الكره سهله لانك انت بتهاجم وهو بيهاجم، حتى لو هو انت بتلاعب مثلا الفرقه اللي هي متصدره هناك يا فاروق بتهاجم، الفرقه اللي هي بتهبط بتهاجم. غير عندنا هنا، ما انت شفت حرس الحدود وقف لك في اخر الدوري ما خلاكش عملت حاجه، مقفل مساحات فضايقك وطلع من الماتش بيتعادل، ما حصلش. صح. بس فهي المشكله كلها ان اللعيبه يعني لما ده يلعب يعني يبقى في انكار الذات شويه ويلعبوا للراجل ده. تمام. اثبات اخر تاني يعني حتى محمد فاروق عايز يقول له ايه، يعني بيقول له الاهلي امكانياته كبيره وبيقدر يروح كتير جدا، فبيقول له لا، ما اللي انا شايفه ده ان اللاعب بيعرف يجيب جول، هداف كل اللي عليك بس انت تودي له الكوره، عايز يقول كده يعني بس مش اكتر. ادي اثبات تاني، شوفوا 10 دقايق فيها كام اثبات يا جماعه، فيها كام اثبات. طيب نكمل. كابتن رضا انا بشكرك حبيبي، بشكرك كابتن رضا والله، ومستمتع جدا بتحليلك الفني. هو بقى بص يعني الكلام كابتن وانت معايا لسه كده كابتن رضا، ان كابتن رضا لما بيجي يقول حاجه على الاهلي بيقولها ضد الاهلي، لا هو كابتن رضا هو بيتكلم على صفقه هيجيبها النادي الاهلي وشايف من وجهه نظره انها يعني هتفيده، فبيقول انها هتفيده. دي افيد. بص يا فاروق، دي افيد من سافيو وافيد من رضا سليم وافيد، لان الراجل ده هيترجم لك كل الكلام اللي انت كان ناقصك السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. لو اشتغل بنفس الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. انما هو بقى لو ما وفقش يبقى الغلط عند كولر. تمام يا كابتن. ليه بقى عند كولر؟ لان هو ما عملش طريقه تخدم الراجل دوت، عشان احنا شايفينه هداف اهو وبيجيب اجوان من كل حته. فانت ما ساعدتوش يا كولر بطريقه لعب عشان الراجل ده كل كوره تبقى عنده في ال 18، يبقى اللعيبه عندك مش عند الراجل. تمام. كابتن رضا انا بشكرك حبيبي والله، حبيبي ربنا نورتنا وشرفتنا وبنستمتع بيك، مستنيك الاسبوع ده بقى ان شاء الله. فادي حاجتين مهمين جدا يا جماعه، ادي دليلين اخرين. الدليل الاول لما بيقول له يعني يا جماعه، محمد فاروق بيقول يا جماعه بصوا اهو، ادي رضا عبد العال اللي بيتقال عليه انه ضد الاهلي وانه ما بيحبش الاهلي، اهو بيثني على صفقه الاهلي جايبها. فرضا قال له ايوه طبعا باثني عليه وهيفيد جدا ومهم جدا، وحتى قال ايه افضل من رضا سليم وافضل من سافيو وافضل يعني قال عن مودست في حد ذاته. يعني لو ما طلع بعد كده قال لك انا بتكلم عامه ان الاهلي محتاج المكان ده، لا يا فندم، انت اتكلمت عن مودست بالتحديد وقلت انه افيد واحسن، وانه بشخصه يكون افيد من سافيو وافيد من رضا سليم وافيد ويستحق المبلغ اللي دفع فيه.
النقطة الثانية لما كمان بيقول ده لو ما نجحش كمان، لو ما نجحش هيبقى لعيب من كولر مش لعيب منه، هيبقى لعيب من كولر، عكس تماما اللي بيتقال دلوقتي. لان كولر ما هيقلوش خطه لعب الامثل والطريقه الامثل والكلام ده كله، زي ما بيقول عن محمد صلاح كده مع منتخب مصر، والكلام الخزعبلي اصله مش مهيئين له اللعيبه زي ليفربول اللي ما اعرفش اصل الملعب ماله، اصل الجمهور مش عارف عامل ازاي، وكلام اللي ما ياكلش عيش ده، تمام. وكله نظام يعني حجج واهيه. فبكل بساطه ادي دليلين كمان، يعني مداخله بصوا يا جماعه فيها كام دليل على تغير الكلام ولخبطته وتذبذب فيه، وده مش اول مره ولا اخر مره. وبمثل بسيط، يعني كابتن رضا عبد العال ده لو موجود في لجنه تخطيط ولا لجنه كوره ولا لجنه تسويق ولا لجنه مش عارف ايه اللي هو بيتاخد برايه الفني زي ما هو بيقول دايما، كان الاهلي غير تمام مثلا، كان لانه خلاص اتدبس في لعيب زي ده. شوف الفرق الخرافي مثلا في جانب زي كده يا جماعه، مع العلم انه قال ده بعد كمان حتى اللاعب ما جه، مش قبل اللاعب ما يجي، وخد بشريط فيديو كده ولا بتاع كلام من ده. يعني هو حتى كمان ما يعرفش اللاعب، خدوا بالكم ان هو لو يعرف اللاعب ومتابعه، ان هو ملوش في الكره العالميه خالص، لو يعرف اللاعب ومتابعه من قبل كده ده كان بصم بالمية انه لاعب خرافي وجامد جدا وهيبقى تعاقد يعني فظيع. ده لو هو متابعه اصلا، ده هو واضح ان هو مش متابعه، هو اخد بس بالشريط ده او سمع بس من الناس وده رايي على كده، ودي كمان مصيبه اكبر. فما بالكم بواحد زي متابع مودست من زمان جدا وعارف امكانياته الرائعه، وكان هداف البوندس ليجا اكتر من مره، وراح الصين بمبلغ فلكي، ورجع من الصين على بورسيا دورتموند، وانت رايح فرانكفورت وهو في عزه وكل الكلام ده. ومع كده اكدت انه مش مفيد وعلى فكره ولسه كان بيلعب، يعني لسه طالع من مين؟ من بورسيا دورتموند، مش طالع من فريق درجه ثانيه ولا ثالثه. ومع كده قلت مش مفيد، مش هيفرق مع الاهلي خالص، تعاقد مش جيد ابدا، فلوس مدفوعه، هتسمعوا كل حاجه هتسمعوها بنفسكم. شوفوا الفرق الخرافي يا جماعه، شوفوا كام فارق، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، من الناحيه الماديه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه التقييم الصحيح، من ناحيه التوقع والاستقرار الامر للفتره اللي بعدها، تاكيد انه مش هيستمر كمان، كل ده الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. وشوفوا حد زي رضا عبد العال اللي بيتقال عليه ايقون تحليل والملك مش عارف ايه والتوقعات ايه، شوفوا الفرق اللي عامل ازاي، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. معكم بقى الفرق الخرافي، هسمعكم كلامي انا. طيب انتوني مودست اخر تعاقد اللاعب ده على فكره، يعني ناس كتير ما تعرفش انه اللاعب ده من اكتشافي في اوروبا. من اكتر الناس اللي لفت النظر لانتوني مودست كنت انا، من اكتر الناس اللي اكدت على امكانياته وقدراته، وفاكر كويس جدا لما راح الصين وانتقدت جدا الامر ده والخطوه دي، وقلت لاعب مميز جدا، وكان وقتها كان مرشح جدا انه يكون في احسن الانديه في اوروبا. لكن انتوني مودست الحالي مختلف بكل معاني الكلمه، يعني مش هو نفس امكانيات ولا القدرات. اتظلم في بروسيا دورتموند بكل المقاييس مع المدير الفني الفاشل تيرزيتش، لكن يعني برضه مش هو، يعني سيبنا من السن، انا مش بتكلم في السن ولا كلام من، لا انا بتكلم دايما على المردود يا فندم. لا انتون مودست طبعا انا بقول ان التعاقد الحالي مش مجدي ابدا. انا ما اعرفش هو جه حر ولا جه، هو مكتوب هنا انه من بروسيا دورتموند السابق، بس مش واضح لي، هو انتقال دائم لمده موسم، مش واضح لي. اول حاجه تثبت لي انه مودست مش هو ابدا مودست. سيبنا من الموسم اللي فات قلت اتظلم فيه، بس ما كانش فيه ابدا مودست اللي راح الصين ولا قبل الصين ولا بعد الصين. هو طبعا مستوى اختلف بعد الصين، لكن كونه رقم واحد ينزل النزله دي بشكل انحدار رهيب جدا من بروسيا دورتموند في الدوري الالماني، احد الدوريات الخمسه الكبرى ونادي يعتبر رقم 2 في المانيا، ينزل النزله دي كامله للدوري المصري المصنف الخامس، وحسب طبعا تصنيفي انا اللي هو سادئ تماما، واللي اثبت نجاحه خامس او سادس في افريقيا والوطن العربي، شيء عجيب جدا. ادي رقم واحد. رقم 2 يقبل عقد لمده موسم، نقطه غريبه جدا برضو. فالنقط دي كلها بتثبت تماما لا ان في حاجه خطا، وان التعاقد انا كنت افضل جدا المبلغ ده يستثمر في لاعب يجي صغير، لاعب عنده امكانيات وقدرات. ده لو فرضنا يعني الاهلي هيجيب خلاص، يعني ما فيش حل الا كده، ولو ان كان ممكن جدا الاهلي انه الموسم ده بالذات لان الموسم خلاص، يعني موسم يا جماعه تاني بكرر الاهلي بيفوز بكل سهوله، والغريم التقليدي بتاعه منحدر جدا وعنده مشاكل كبيره قوي. في شله بيراميدز اللي هو ما بيفوز بالبطولات ابدا بسبب جوانب اداريه وجوانب في شخصيه اللاعبين وشخصيه الفريق وحاجات كده شرحتها قبل كده كتير جدا وهتستمر
رغم ان الامر اسهل جدا لان الزمالك دلوقتي بعد عن المنافسه ومفيش اي نادي وحتى فيوتشر والكلام ده، فمفيش الا بيراميدز والاهلي بقى دوري قطبين الموسم ده. جميل، هيبقى في مناوشات من الزمالك من بعيد لبعيد، لكن الزمالك منهار اساسا من البدايه. تمام. فالنقطه هنا ان انت جايبه عشان دوري مكسح وخلصان، ولا بطوله افريقيا خلصانه هي كمان من البدايه، ولا وحتى الانديه اللي بتنافسك في افريقيا غالبيتها عندها مشاكل كبيره، كان ترجي ولا رجاء ولا وداد ولا حتى الجيش الملكي دلوقتي فقد احسن لعيبته وهكذا. اوكي. ونفس الامر في افريقيا السمراء، ما فيهاش الا نادي واحد فقط هو المستمر شويه، هو سان داونز. بطوله خلصانه مش مكسحه، لا خلصانه. فانت جايب مودست ليه؟ انا نفسي افهم. طيب المبلغ اللي اتدفع فيه ده جدواه، انت دلوقتي افضل كنت تجيب لاعب زي عماد متعب تطلعه من البدايه، رغم اختلاف ان عماد متعب مش اللاعب الفذ ولا الرائع، لكن كان ممكن جدا تطلع لاعب من البدايه وتصبر عليه وتدي له فتره انتقاليه السنه دي وتجرب. ايه المشكله؟ ولان الامر مش تجربه، انت مش لاعب غريب عنك. هات من اللي انت عمال تقول عليهم جواهر الشباب وجواهر الناشئين وكلام الحلمنتيشي ده، هاته وحطه في المحك لمده موسم كامل وابعد الاعلام عنه تماما، سواء لا بالايجاب ولا بالسلب. سيب اللاعب يلعب ويأدي. ما هو عماد متعب ايامها ما كانش اعلام زي دلوقتي، ما كانش سوشيالز ومش عارف ايه والهبل والعبط، فاللاعب طلع الامكانيات اللي عنده فافاد الاهلي نسبيا. نفس الامر اسامه حسني لو نتذكر، ولو نتذكر ان الفتره دي كان ورا بعض محمد فاروق، اسامه حسني، عماد متعب، كلهم من جايين من تحت وكلهم بقوا الاساسيين في الاهلي، واحمد صلاح حسني برضو فتره وهكذا. لكن نلاحظ دلوقتي صفر، مفيش، كلهم لعيبه جايه من بره، مفيش قطاع شباب خالص، الامر خلصان. تأثير الإعلام الافتراضي والإعلام العادي كوارث خراب. فأنا ضد تماما التعاقد مع أنتوني مودست، ملوش أي معنى، ملوش أي لازمة. اللاعب مميز بكل المقاييس ولاعب تقيل على الدوري المصري بكل المقاييس. افتكروا اللي أنا قلته لما اتعاقدوا مع مالودا دجلة، وقال ساعتها صفقة دعائية ومش دعائية واتدفع له مبلغ ضخم جدا وقتها، وقلت إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ مفيش، لا من الناحيه الدعائيه هتفيدك، ولا من الناحيه الماديه هتفيدك، ولا من الناحيه الرياضيه هتفيدك، والايام اثبتت كل حرف قلته. عمل مردود جيد بكل المقاييس، لكن بالمقياس للمبلغ اللي اتدفع له حرام بمعنى الكلمه، فلوس اهدرت في الارض عشان يجي يلعب 6 شهور. في نفس الكلام عن مودست، الاهلي كمان اكتر من كده انه مش محتاج تواجده، مش واقع عليه بالمره. واللي عمال يقول لك ده كان في مباراه السوبر الاهلي لو كان عنده مودست كان خلص. ايوه لاعب مميز وعنده التخليص افضل بكل المقاييس، لكن ارجع تاني واقول قبل مودست، حتى في عدم وجود مودست، الاهلي افضل ولا مش الافضل؟ هتلاقي الاهلي الافضل، الفريق الاخر متراجع كالعاده، والفريق الاخر بيلعب الشوط الثاني كله متراجع، ما طلعش خالص. الاهلي كان الافضل، وهو كان اللي عنده النجاح الاكتر، او مش النجاح، نقول حتى السيطره والاستحواذ، كان ناقصه بس حد يبقى يكمل. طيب الكتيبه اللي موجوده قدام دي كلها بالامكانيات والمهارات دي، ده يبقى عيب عندهم وعيب عند المدرب. هو افرض المودست مثلا، يعني مودست مصاب مثلا، او لا قدر الله عنده اصابه طويله، هتعمل ايه حضرتك؟ تيجي على طول الميركاتو تجيب واحد غيره؟ طب ما تطور الناس اللي عندك، الكتيبه اللي بتاخد ملايين الملايين اللي موجوده تحت راس الحربه، زي اي نادي محترم يعتمد على الجميع، مش يعتمد على راس حربه اللي هو اقعد نقل له الكوره لحد ما توصل عنده هو اللي يجيب الجول، زي نظام الباسكت، تفضل تنقل الكوره لحد ما تديها اللعيب الطويل قوي عشان يحطها في ايه يا عم ده؟ لا، اعتمد على ناس من بره، اعتمد على الثلاثيات اللي زي الباسكت، اعتمد على اللاعبين المهاريين، اعتمد على اللي تحت. دي الكره الحديثه كلها كده. الكره الحديثه دلوقتي ما بتعتمدش على راس حربه صريح، مهم وجوده لكن مش بيكون اساسي. يعني ليفربول بجلاد قدره فتره طويله من الفترات ما كانش معتمد على راس حربه صريح. برشلونه في حقبه انريكي وقبله مع ريكارد، انا مش عارف في ايه، وانديه كتير جدا. فانا شايف انه لا، بصراحه انا شايف انه الموضوع يعني اتكاليه بشكل فظيع. حتى الاعلام نفسه بدا يمشي بنفس الكيفيه، بس الاعلام بيمشي على يعني الرائج، يعني الشيء الرائج بيتكلم عنه زي ما يكون، عدم درايه وعدم خبره وعدم قدرات وعدم حاجات كتير قوي.
بس فده كل حاجة. فحتة بقى الإفادات يلا بسرعة جدا في ثواني معدودة من تحت. نبدأ من تحت. نبدأ بزياد طارق إفادته الإنبي. أنا شايف إنها مش يعني ما بين متوسطة الجيدة، ما بين متوسطة الجيدة، أقصاها بنتكلم في 55% تقريبا. رأفت خليل لزد 60%، ده بالكتير قوي. طبعا إفادة هنا شاملة فترات لعبه وهيقعد يلعب كتير، أو برضه نقول دي كمان. زياد طارق هيكون مش هيلعب كتير في إنبي. في البداية هيبدأ ممكن فترات، لكن بعد كده مش هيقعد كتير لأنه مش مؤثر قوي للدرجة، أو هيبان تأثيره إنه مش للدرجة. طبعا هو إنبي ما عملش تعاقدات بسبب السياسة الخاطئة برضه والفشل الذريع في التعاقدات اللي أدى لمنع التعاقدات كالعادة يعني. اوكي. فزياد طارق افادته 55-60%، وهيكون برضو مش بيلعب بشكل دايم. رأفت خليل برضو مش هيلعب بشكل دايم، مش هيكون اساسي. افادته للزد حدود 40-50%. محمد فخري فاركو مش هيكون برضو بشكل دائم، وافادته هتكون في حدود انا شايف برضو في حدود 50-60%. وليد مصطفى في فيوتشر مش هنشوفه يعني قليل جدا. محمد نصير نفس الكلام، مش هنشوفه الا قليل جدا. افادتهم هتكون محدوده للغايه. عبد الرحمن اشرف مانو في فيوتشر نفس الكيفيه، بس يمكن هيكون اكتر شويه من الاثنين التانيين، لكن افادته برضه هتكون محدوده، يعني بتكلم في 40% تقريبا. عمر حمدي في المقاولين هيكون بشكل شبه دايم، لكن مش دايم، مش كل المباريات، لكن بشكل شبه دايم. افادته هتكون بس يخرج الاهلي من دماغه، وانا عيت جدا عليه في التصريح اللي قاله. لو ان ده عمله لا، عمر حمدي هيرجع لمستواه اللي كان في النصر، لكن دلوقتي لا، مش هيكون بنفس الكيفيه. فانا بقول افادته هتكون في حدود 70% للمقاولين، 65-70 يعني افاده جيده. احمد قندوز سيامي كليوباترا هيلعب بشكل دايم او شبه دايم برضه، مش هيكون على طول، لكن افادته مش هتكون كبيره لانه مش هيلعب بنفس الرغبه والحماس، وانه اصلا رايح كمان متغصب، ما كانش رايح دي سيامي كليوباترا وهو مرتاح. فانا شايف انه افادته مش هتكون يعني 50-60% اقصاها. ده انا متاكد منه يعني، ويعني واثق او شايف جدا انه ممكن اعارته ما تكملش، او يعني ممكن ما تتجددش يعني. حمدي ياسر ما اعرفوش في زد خالص. احمد سيد عبد النبي نفس الكلام، افادته ما تكون محدوده جدا ومش هيلعبوا الا بشكل محدود. سعد سمير ما فيش نادي، واضح انه ما فيش نادي راحوا، ممكن يكون يعني هينهي حياته الكرويه، فما اعرفش، لكن حتى اروح لاي نادي افادته هتكون محدوده. سعد سمير خرج السياق خلاص، افادته هتكون 30% 40% بالكتير قوي قوي. ومش هيكون اساسي. حمدي فتحي في الوكرة هيكون موجود بشكل دايم في الوكرة، لكن افادته هتكون 50-60 اقصاها، يعني افادته هتكون محدوده 50-60 اقصاها، وانا بقول 50% كمان مش 60 كمان، يعني شايف افادته ممكن ما تزيدش عن 50%. مصطفى سعد ميسي في سموحه هيلعب بشكل شبه دايم، مش دايم، هيكون بديل، هينزل في اوقات فترات، يعني نقول 60% في فترات اللعب، وافادته هتكون في سموحه برضو يعني 50-60% اقصى، مش هتكون افاده فوق كده. مصطفى البدري في سموحه نفس الكلام، ممكن يكون يعني هيكون واخد فرص اكتر شويه من ميسي في فترات اللعب، افادته هتكون 50%، 55 في الرينج ده، 50-55 يعني. محمود وحيد في سموحه لا، هيكون بديل، مش يعني فترات لعبه محدوده، وهو انهى على حاجه، هو خلص يعني، هو برضو قرار خاطئ جدا اللي عمله انتقاله للاهلي، خلص عليه. فانا شايف افادته هتكون محدوده جدا، 30% سوري، لعبه 25-30% بالكتير قوي، وافادته هتكون يعني برضه نفس الكيفيه 25-30-35% بالكتير قوي. مصطفى فوزي محمد اشرف في زد، ما برضه نفس الكتيبه اللي اتخذت من الشباب الاهلي، نفس الامر، عدد محدود من الدقائق. يمكن محمد اشرف ده يلعب اكتر شويه، يعني ممكن يكون مثلا موجود بنسبه 40% طول الموسم، مصطفى فوزي لا، اقل. افاده هتكون محمد اشرف يمكن اكتر شويه، ممكن افادته تكون في حدود 40% برضه ل 50%، مصطفى فوزي لا اقل من كده. محمد شريف في الخليج السعودي هيكون موجود بشكل دايم في الخليج، لكن افادته هتكون انا شايف 70%، افادته في حدود 70%. محمد محمود الاهلي لفيوتشر هيكون موجود بشكل متوسط، مش دايم ولا شبه دايم، ده حتى لو ما فيش اصابات يعني هيكون مثلا بنتكلم في 60% من المباريات تقريبا. الافاده لا هتقل كتير عن ما كان
في دجله، والاهلي طبعا حدث ولا حرج يعني. فافادته انا شايف ان افادته في حدود 50 55%. علي لطفي في زد هيكون انا اللي شايفه انه هيكون الاساسي في زد، لان هو تقريبا هيكون الحارس الاكبر يعني، فهيكون هيلعب بشكل شبه دايم علي لطفي، والافاده هتكون في حدود 60%، مش اكتر من كده، لانه هيحاول يثبت نفسه للاهلي. وفي نفس الوقت المستوى بتاعه قل عن فتره انبي. شادي حسين في زد هيكون موجود بشكل دايم وهيكون مؤثر بنسبة، لكن هيكون يعني مش هيوصل لسيرامي كليوباترا، مش هيكون نسبة سيرامي كليوباترا واللاعب الأهم والأفضل بكل المقاييس، أو من أحد اللاعبين الأهم طبعا. هيقل سن شوية بسبب الجانب النفسي، لكن حتة شادي فيه ميزة حلوة قوي، إنه مهما قعد من اللعيبه القليله اللي مهما قعد او ما لعبش بينزل بقوه، وعنده لان عنده حته الجرينتا عاليه قوي، وعنده اثبات الذات عالي جدا. دي نقطه انا، وبيلعب كمان ما عندوش حته النجوميه بقى، واني اشوف نفسي، لا دي مش موجوده. لاعب مهم ما تمش الاستفاده بيه للاسف، وانديه كبيره كان ممكن جدا تستفيد بيه. هيكون مفيد لزد وهيأدي بشكل مميز فيه، او شبه مميز، مش هقول مميز، بس مش هيوصل لمستوى كيلوباترا قوي، لكن انا بقول ايه فتوى هتكون في حدود 80%. برونو سافيو في الاهلي بوليفار، ما اعرفش طبعا يعني، في بوليفار ما حدش بيتابع الكره البوليفيه، لكن افادته هتكون يعني 60% بالكتير قوي. وطبعا رحيله كان واجب، وكان عدم اتيان بيه اصلا من البدايه غلط. لويس ميكيسوني في سامبا لا هيطلع امكانيات، وانا شايف انه هيرجع لمستواه بنسبه كبيره في سامبا اللي كان عليه، وافادته هتكون مش اقل من 70% 75%. ولاعب مش هقول الاهلي، هقول انديه مصريه خسرته. ايمن اشرف في البنك الاهلي مش هيكون موجود، هيكون بيلعب بشكل محدود يعني 30% بالكتير، ومستوى التاثير والافاده مش هيزيد عن 20%. مستوى سيء ومش مفيد ابدا، وهناك الاهلي عنده لاعبين افضل. كريم نيدفيد في الاهلي فيوتشر الاهلي في الافاده في الاهلي، او اسف فترات اللعب بالكتير او 30% بالكتير جدا، ومستوى الافاده 30% برضه مش هيزيد عن كده. صلاح محسن في سيراميكا كليوباترا فترات اللعب او يعني التاثير في عدد الدقائق واللعب يعني هيكون، انا شايف مش هيقل عن 60%، 60 65% في الرينج ده. على فترات متابعه مش هيكون اساسي الا بعض المباريات المعدوده جدا، ومش هيتم الاستفاده بيه بشكل امثل، ومش هيلعب في مكانه الطبيعي، فالافاده بتاعته مش هتكون 50% ل 55%. محمد مجدي قفشه تجديد عقد، انا شايف انه مش هيكون مؤثر ومش هيكون الاساسي الفتره اللي جايه بنفس النسبه ابدا. شايف انه فتره لعبه هتكون في حدود 50% 50 55%، وتاثيره هيكون نفس الرينج 50% تقريبا. ياسر ابراهيم فترات لعبه هتكون طويله، لان الاهلي ما ضمش مدافع جيد، او ما ضمش مدافع اصلا، فهيكون موجود بشكل كتير حوالي 80% 75 80%، لكن تاثيره وافادته واجادته مش اكتر من 40 ل 50%. رامي ربيعه بديل، هيكون فترات لعبه حوالي 50% ل 55%، وتاثيره هيكون في حدود 20 25%، ده اقصى يعني اقصى قدر يعني. حسين شحات فترات لعبه هتكون في حدود 75% ما بين اساسي وبديل، والاكتر هيكون يعني متوسط هيكون ما بين الاثنين. وفترات تاثيره دي مهمه جدا، او نسبه تاثيره انا اسف مش هتزيد عن 60%، وده لانه طبعا الخطا الفادح من اداره الاهلي بعدم رحيله وبعدم التعامل معاه طول السنه اللي فاتت واللي قبلها، وبالتحديد السنه اللي فاتت، في الهفوات والخروج عن النص والتغير الشخصيه اللي حصل، وهيسبب الاهلي ازمات ومشاكل تانية الموسم ده، وانتظروا كلامي. وده اخر موسم لحسين شحات والايام بينا. اوكي، مع تاني تاكيدي ان ده اكتشافي المدوي، وان اللاعب ده اكتشافي من زمان، وكل مراحل حياته الحمد لله كان سابقه خرافي فيها، وتفرد كامل في توقعها بشكل صائب مليار في المية. فتره المقصه وفترات مش فتره واحده. مقصه لما لعب في البداية، وبعد كده باك يمين، وبعد كده في نص الملعب، بعد كده مراحل العين الإماراتي، بعد كده لما رجع جه الأهلي وبرده خد فترات، برده لعب فترة كان مش على المستوى الأمثل، وكان هيرحل أكتر من مرة، وحذرت تماما من الأمر ده، والأيام أثبتت كلامي تماما. ولما لقى هجوم شديد جدا في الإعلام في أول سنتين، وأكدت الأمر ده خاطئ تماما، ولاعب رائع والأهلي هيستفيد بيه جدا، وصدق كلامي. يعني يا جماعة اللاعب الواحد الحمد لله أحمد ربنا يشكر فضله ممكن تلاقي لي مثلا 7 8 10 توقعات خرافيه لحقب مختلفه في حياته، يعني قمه الاعجاز بمعنى الكلمه. تمام تمام. انتوني موديست او خلي ده في الاخر.
امام عاشور فترات لعبه هتكون مش اقل من حوالي 75 ل 80%. انا بتكلم هنا بدون الاصابات يا فندم، بتكلم لو موجود. تمام، هتكون مش اقل من 75 80%. يعني ممكن جدا لاعب يصاب طول الموسم، فدي مش مشكلتي، لا انا بتكلم في لو بدون اصابات. 75 80% قناعه للمدرب طبعا ولعب. وتاثيره هيكون اقل من الزمالك، هيكون تاثيره من، ودي مفاجأة، من 55 65 55 65 أقصى تقدير، يعني اللي هو الأقصى جيد يعني. تمام. رضا سليم فترات لعبه هتكون برضو في حدود 70 ل 80% بشكل عام، يعني من 70 ل 80% ما بين بديل ودائم، لكن هيكون لاعب أساسي أكتر طبعا. وتأثيره هيكون في حدود 60 65، هيكون أقل من الجيش الملكي. مستوى هيقل، مش هيكون هو طبعا بكام في الموسم الحالي يعني، مستوى مش هيكون هو مستوى الجيش الملكي، هيقل عن كده. هتلاقيه متلخبط حتى في الفترة اللي في البداية، مش هتلاقيه على المستوى الأمثل بتاعه. الإعلام برضو مش هيصبر قوي عليه وبتاع كلام من ده. وهتلاقي لأن طبعا هم طلعوا بيه السما في البداية زي ما حصل مع إمام عاشور ومودست، فهتلاقي كالعادة الإعلام المتسرع أو اللي ما عندوش القدرة في التحليل والتقييم، أو اللي ما عندوش الدراية أو أيا كان يعني. اوكي، فهو هيبقى تأثير اللي انا قلته مش هيزيد عن كده، ويكون اقل من الجيش الملكي في الموسم الاول. لكن مش هيكون صفقة خسيرة زي ما بيقولوا يعني. تمام. انتوني مودست فترات لعبه هتكون مش هتقل من 80%، بشكل دايم يعني، والتأثير بتاعه مش هيكون كبير. انا شايف انه هيكون تأثيره في حدود من 50 ل 60%، مش هيكون اللاعب الحاسم والقوي للدرجة والمؤثر، وده بسبب الامور زي ما قلت، ان هو مش جاي للدوري المصري عشان يثبت نفسه، هو جاي عشان اهداف اخرى. وده خطأ كبير جدا من اللي ما قراش الامر ده من التعاقد مع اللاعب. عموما ده كل حاجه، انا اسف اني باجي بسرعه وبتكلم بسرعه عشان طبعا الحلقه طولت قوي. فده كل حاجه في حلقه النهارده يا جماعه، او حلقه دلوقتي، لسه هكمل بعد كده بقيه الحلقات طبعا عشان احاول اجري شويه. ندخل بقى ايه نادي باذن الله، لحد باذن الله احاول الم لكم القصه كلها خلال الكام يوم دول. ما اعتقدش هلحق قبل بدايه الدوري باذن الله، لكن ان شاء الله خلال الثلاث اربع ايام دول باذن الله على قد ما اقدر. وبعد كده هيبقى بقى الحلقات المفصله، انتظروا الحلقات المتعبه والمجهده جدا، التحليل شامل كامل جامع لكل شيء للفرق جميعا ان شاء الله باذن الله، وكل فريق هيحتاج له لوحده. يعني اقدر اقول ممكن يوم بحاله يعني. عموما اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، وحلقات اخرى من الميركاتو المصري. والحلقه القادمه ان شاء الله هتكون الزمالك، وبعدها مباشره بيراميدز. نبدا الاول حلقات الفرق يعني الناس متابعها بشكل اكبر يعني، وبعد كده بقيه الحلقات ان شاء الله. واشوفكم على خير.